هو اكتشفها. على فكرة دكتور زاهي حواس في أي لقاء ليه علاقة بالهرم أو ملوش علاقة بالهرم هيقول لك عن مقبرة بناة الأهرام، هيكلمك عليها لأن هو اللي اكتشفها. يعني أنت لو سألته في أي سؤال هتلاقيه في كم لقاءات كتيرة طلع بيتكلم عليها، يقول لك إن دي مقابر عمال بناة الأهرام، لأن الناس دي كان عندها آثار وجع في ظهرها، فعشان كده اتأكدنا الناس دي مش شيل بتاع الحجارة فبقى عندها وجع في ظهرها، فعشان كده هي بقت هم دول بناة الأهرام ومدفونين جنب الهرم، ولقينا آثار ذبايح الأكل اللي هم كانوا بياكلوه. فدي يعني إيه زي ما بيقول بيطلع يقولها في كل الأوقات، وبيقول لك إن التاريخ بتاعهم نفس تاريخ الهرم وإن عملية متقاربة وبتاع، فإيه هو دكتور زاهي حواس تلخص لقاءاته كلها في شرح الكتاب ده. فأنت